النهاردة بقى عملنا مع بعض بيتزاية تحفة تحفة تحفة، طعمها خطير، ولا عجنت ولا جبت جلاش ولا حاجة. تعالوا شوفوا انا عملت البيتزا ازاي ورضيت ولادي ازاي بيها، وقلت لهم انا هعتمد الطريقة دي طول الصيف لان الجو حر وكمان الدقيق غلي وبنقف كتير بقى في الحر والصهد بتاع الفرن. لا احنا بقى مش هنحطها كمان في الفرن، ده احنا هنحطها في الميكرويف. بس انتي لو ما عندكيش ميكرويف حطيها في الفرن وولعي الشواية بس. يلا تعالي شوفي الطريقة وشوفي انا عملت ايه. مش هخليكي تقفي كتير في المطبخ وفي نفس الوقت هتفرحي ولادك. لو انتي بقى مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وكمان حطي لايك للفيديو وشجعيني بكلمة حلوة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف بقى الطريقة ونشوف انا عملت البيتزا الحلوة دي ازاي. اول حاجة بقى هتعمليها هتعملي صلصة البيتزا، وهتجيبي صلصة عادية خالص. لو انتي بقى بتحبيش تعملي صلصة ما انا برضو مش عايزة اتعبك، صلصة عادية من البرطمان، وهتحطي عليها معلقة زعتر كده محترمة وتقلبيهم وتخففيها بحبة مية دافية. ودي خلطة كده بجيبها من فتح الله. لو انتي بقى شوفي انتي عايزة تحطي ايه عليها، يعني الحاجة اللي انتي بتحطيها من فوق دي بتاعتك انتي. احنا المهم هنقولك المضمون بتاع البيتزا. جبت فطيرة ب15 جنيه، قلت بدل ما افتحها واحشيها من جوه وتبقى فطيرة بيتزا، لا انا هعملها على وش كده الفطيرة وتبقى بيتزا بالظبط. في ناس بقى عندنا بتبيعها ب15 وفي ناس بتبيعها ب10، بيضربوا في بعض يعني. قلت يلا واحنا الكسبانين. بس الراجل اللي كان بيبيع ب10 يومها ما كانش موجود عنده، وهي نفس الطعم وكل حاجة. جبت ام 15 دي، جبت واحدة ورحت جايبة الصلصة زي ما وريتكم كده، ورحت حاطة عليها معلقة زعتر حلوة كده وخففتها بحبة مية دافية، ورشيت اهو جبنة موتزاريلا. وهرش بقى حاجتي اللي انا بحطها على الوش. شوف انتي بقى براحتك عايزة تحطي ايه، بس انا لازم احط الموتزاريلا الاول قبل ما احط اي حاجة. تمام. وبعدين هدخلها الفرن او الميكرويف. انا دخلتها الميكرويف على 3 دقايق ونص. في الفرن هتاخد 5 دقايق، وتعلي الرف قرب الشواية وتدخليها بقى كده تحت الشواية. واول ما تطلع غطيها، طبعا زي البيتزا العادية هنعملها. اول بس ما تطلع من الفرن غطيها عشان تبقى طرية معاكي وحلوة. بس لو هتعمليها في الميكرويف لا ما تغطيهوش عادي. انما لو هتحطيها في الفرن، عشان النار الفرن طبعا دي نار ولع حامية، التانية بتبقى اسلاك وحاجة تسخين كده يا دوبك، بس ايه ما مش زي الفرن. او ما تطلعيها من الفرن غطيها. حطيتيها في الميكرويف بتاخد 3 دقايق ونص، هتحطيها في الفرن هتاخد 5 دقايق. وعلي الشبكة قربيها من فوق من الشواية. بس كده، دي طريقة البيتزا اللي انا عملتها. لا استني، رايحة فين بقى؟ في طريقة تانية كمان هتعجبك اكتر. لو هتعملي بقى ايه لكل بقى طفل عندك واحدة. تعالي بقى شوفي الطريقة التانية. هندخل دي الميكرويف ونطلع بقى نشوف الطريقة التانية. انتي ما عندكيش ميكرويف زي ما قلتلك، حطيها بقى ايه على الشبكة وعليها كده قرب الشواية. ولادي بقى بيحبوا ان انا لو حتى بعمل البيتزا العادية ارشلهم كده صلصة من على الوش من فوق. صراحة بتخلي البيتزا كده طرية وجوسي كده، هما بيحبوها كده. فانتي لو مش عجبتك الخطوة دي ما تعملهاش. الطريقة التانية بقى دخلتها الميكرويف. نعمل بقى الطريقة التانية. جبت العيش ده رغيف ب1.5 جنيه، تسيبيه يكون طازة ولسه طالع، تحطيه في الكيس عشان يبقى طري، ودهنيه الصلصة. تمام. وانتي بتدهني كده افردي وحطي عليه نفس حاجة البيتزا، ودخليه برضو تحت الشواية في الفرن او دخليه الميكرويف برضو 3 دقايق ونص و5 دقايق. دخلتيه في الفرن طلعيه غطيه على طول ومتسيبوش ان هو كده عشان ما ينشفش. وبرضو في الميكرويف العيش برضو طلعيه غطيه يتغطى شوية كده يستهدى. بعد كده بقى تبدأي ان انتي تاكليه، اتفرجي بقى على طعمه. بجد والله ما فرقت حاجة عن البيتزا. انا قلت انا كنت فين في العز الصيف اقف اعجن والحر والفرن يبقى شغال فترة وافضل ادخل صواني واطلع صواني. طب وعلى ايه؟ في الصيف بقى هنعمل الطريقة دي، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. وفي ناس على فكرة عارفاها وبتعملها، بس انا بقول للناس اللي ما تعرفش. وفي ناس ما بتعرفش تعمل بيتزا، فانت لو ما بتعرفيش تعملي بيتزا هاتي الرغيف ده واعمليه كده، او هاتي الفطيرة واعمليه. الولاد الصغيرين الاطفال هيحبوا العيش اكتر.
عشان عندي الصغير حب العيش اكتر، الكبير حب الفطير. الفطير برضو طعمه حلو. الفطيرة اهي طلعت بقى من الميكرويف بعد 3 دقايق ونص بالظبط. الريحة والطعم وطالعة طرية وجميلة وحلوة جدا، والله ما فرقت عن البيتزا اي حاجة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله بإذن الله بإذن الله هتعجبكم، وهتعملوها على طول صيف وشتا كمان. بس جربي الطريقة دي. والعيش اللي عملناه اهو كمان طلع. بصوا بقى شكله عامل ازاي. حابه ان انتي بقى تكتري الحشو بقى عليه من فوق، هتحسي ان البيتزا تقلت كده وحلوه. اعملي اللي انتي عايزاه، كل حاجه بقى في ايديكي. احنا بس بوريكي يعني فكره كده، في ناس عارفاها وبتعملها، اللي مش عارفها بقى يعملها، واللي متعرفش تعمل بيتزا ما تتعبيش نفسك. اهم حاجه اي معجنات تعمليها تطلع من الفرن غطيها. اي معجنات تطلع من الفرن غطيها، عايزاها تبقى طريه معاكي وحلوه، غطيها بقى اول ما تطلع من الفرن وسيبيها شويه. وبعد كده ابدأي بقى ايه، طلعي بقى منها وقطعي وكلي واعملي اللي انت عايزاه. حاجه حلوه وسهله وبسيطه، وكمان هتريحك في الصيف جدا. اعملوها بقى ان شاء الله، واللي هيعملها وهتعجبه يكتب لي بقى في الكومنتات ويقول لي كلمه حلوه تشجعني عشان اعمل حاجات اكتر سهله وبسيطه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى لو مش متابعين القناه طبعا، وحطي بقى لايك للفيديو وكومنت كده حلو ومشجع منك. واشوفكم ان شاء الله في اكله جديده ووصفه جديده. سلام عليكم.